اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا مساء الفل والهنا والورد والياسمين على أحلى عيون الناس في الدنيا دي كلها. نهاركم أبيض وفي كتكوت. ويلا نبدأ الفيديو. معنا فيديو جميل أوي النهاردة. عملت جنبه شوية حاجات بس بصراحة ما صورتهاش، قلت كفاية يعني ايه تبقى حاجة واحدة في الفيديو يعني. بس قبل ما ننسى دعوة حلوة مننا، يا رب فكوا كربهم لأهل غزة كلهم يا رب، وانصرهم نصرا جميلا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء يا إله الكون. ما نقدرش نقول أكتر من كده، وربنا يرحم شهدائهم يا رب، وربنا يصبرهم جميعا. ويلا نبدأ بقى الفيديو بتاعنا. معايا كيلو دقيق، أنا عاملة يعني كيلو دقيق بس مش مكترة يعني. معايا كيلو دقيق، مسكته شهدته نخلته كويس بالمصفى. انا عارفه ان هو نضيف، انا عندي المنخل بس انا عارفه ان اللي هو الايه هو نضيف، مش محتاج ان انا ندخله بالمنخل يعني. ودقيق وميه وخميره وملح. بس هنا هحط معلقه ملح او نص معلقه ملح، انا هاخد شويه بايدي كده يعني بالبركه. هاخد حبه وهاخد بقى هنا حبه ميه، ان لسه بصراحه بعتبني يجيب الخميره. وهنا ميه ملح حنفيه، مفيش فيها اي حاجه، ميه ملح حنفيه. وامسكي بقى. احنا دلوقتي بقى كلنا بنتغاظ الصبح من الصحيان بدري، ومنقوم ما فيش اومان طبعا، ونيجي بالليل ما فيش نوم بدري، فكلنا بنتعذب الصبح. فعذاب بقى الصبح اللي انت بتشوفيه وانت بتصحي ولادك للمدرسه، طلعي في العجين. شفتي بقى؟ جبت لك حل حلو يطلع الطاقه السلبيه بتاعتك. اللي انت بتشوفيه الصبح من ولادك، وحد يصحى وحد ما يصحاش، وحد عاوز ينام لسه وحد ما امشي، والكلام الفاضي اللي احنا بنشوفه ده، كلنا طبعا بنمر بكده، وكلنا عارفين كده، وكلنا امهات. ربنا يخلي لنا اولادنا جميعا يا رب، واللي ربنا ما رزقهاش ربنا يرزقها بحق لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين. ربنا يرزقها جميعا يا رب، وربنا يخلي ولادنا. اللي انت بقى بتشوفيه من ولادك الصبح يعجني بقى، طلعي بقى ضربة خناقة مع حد، ولادك مزهقينك، المهم تعجني. ايوه هو كده، تعجني كده لما تخلي العجينة ملمسها طري وناعم في ايدك. شايفين العجينة بتلزق تلزقة بسيطة، بس مش طرية قوي يعني، هي التلزقة بتاعتها خفيفة، تخلي العجينة مورقة معايا، ومش تخينة، مش مكتومة كده. العجينة اما تحسي ان هي معاكي عايزة تلزيقة بسيطة، انت بتكوني عايزة العجينة مورقة معاكي او رقيقة معاكي، مهما تخنيها هي خفيفة هشة. هنا بقى معايا حتة دهنة صغيرة كده، او حتة هي دهنة، هي ما يقالش عليها غير كده. ومعايا هنا يعني نقول ربع كيلو بصل او ازيد من ربع كيلو شوية. ومعانا هنا بتاع 5-6 قرون فلفل. وتعالوا ندوهم ضربة جامدة في الكبة. اهي معانا هنا يجوا ربع كيلو فلفل، يبقى ربع كيلو فلفل، ربع كيلو بصل. ونقول مثلا بتاع 5-6 فصوص، بقوا الفصوص في ايه، ركزي. قرون فلفل، عايزه تحطي بارد حطي، عايزه تحطي سبايسي حطي. انا بصراحه حطيت من ده على ده، بارد على سبايسي، اللي انت عايزاه واللي انت ولادك بيحبوه اعملي. احنا ما بنتقيدش بمقادير، انت ولادك شايفاهم هم بيحبوا ايه اعملي. انتي عارفة ان مثلا لو عملتي الاكلة دهيت بالطريقة دي ولادك مش هياكلوها، يبقى ما تعمليهاش، خسارة. لكن ممكن اشيل منها حاجة بسيطة واحط حاجة ياكلوها عادي. زي مثلا الوصفة اللي انا بعملها ده النهاردة، انا يعني اعوذ بالله من قولة، انا بحب فيها مثلا اخرط فيها عود كزبرة، عود شبت. ولادي ما بيرضوش ياكلوها، خلاص ما عدتش بعملها. خلاص، ما هي بتبقى طعمها حلو بس هما مش عايزين. اما باجي اعملها بصي بياكلوا، بس مش الاكل اللي هما انا بحس بيهم. انت بتحسي بولادك. لا ما تحطيش شبت وكزبره، خلاص مش حاطه شبت وكزبره، لان احنا بنعمل اللي هم بيحبوه. معلش انا هروح اكلف الاكله واعمل واسوي اسفه جدا، وولادي مش هياكلوا، يبقى ملهاش لازمه، يبقى ما اعملهاش.
يبقى ما اعملهاش، وخصوصا ان مثلا اكله وكلنا بنحبها، لا يبقى ما اعملهاش. اشوف حاجه تانية اعملها، اكون انا مثلا بحبها او كده واعملها. لكن انا عادي بالنسبه لي، عادي اي حاجه. اهو هنا بقى معايا كان يجي 5 6 قرون فلفل زي ما انا قلت. امسكهم برضو اديهم ضربه جامده كده في الكبه، ونرجع لكم على طول. اهو الكبه دي بصراحه ربنا يحميها لي يا رب، حلوه جميله بصراحه. اهي تاخد كميه بصل حلوه وبتفرم ما شاء الله حلو. اهي همسك بقى اجيب بقى اللحمه. انا معايا هنا كيلو الا ربع لحمه، على هو الربع كيلو بصل ونقول ال6 قرون فلفل او ال7. همسكهم بقى احطهم على بعض اهو، بحاول افككها لانها خارجه من الفريزر. اهي عندك على حسب الكمية اللي انت هتعمليها كتري. يعني انت مثلا لو عاملة مثلا كيلو لحمة، ممكن تزودي كمان بصلتين. عاملة مثلا 2 كيلو لحمة تزودي كده، تبع ما انت اللي بتعملي الكمية. هنا حطيت ملح كمون فلفل اسود شطة 7 بهارات. مش عندي ال7 بهارات، انا اللي بعملها، اللي هي الكمون وشطة وملح وفلفل اسود. انا بجمعهم في برطمان وبركنهم عندي. مش بحب البهارات بالذات اجمع، يعني اجيبها جاهزة كده. الحاجة الوحيدة اللي ممكن اجيبها جاهزة هي تتبيلة الحواوشي دي، ومعلقة كبيرة من تتبيلة الحواوشي. بس هم دول البهارات اللي انا حطيتهم: كمون شطة فلفل اسود كزبرة ناشفة ملح أبيض بهارات حواوشي بس. وامسكي بقى مش تدعكيها، هي مش زي الكفتة، ما تعمليلهاش أنسج. انت يا دوب يعني ايه تشربي الفلفل في البصل في الملح كده وخلاص، وتسيبيها بقى في التلاجة لحيت ان ايه ما ت... يعني ما تيجي تشتغلي بها. تسيبيها لحيت ما تيجي تشتغلي بها. اهي انا كده خلصتها، بلمها بس عشان احطها فين في التلاجة. حتى لو الدنيا برد برضو كنت تحط الحاجة في التلاجة في الأمان أحسن. هنا بقى أنا كنت خلصت وعجنت خمرت ما شاء الله. شايفين العجينة مختمرة وجميلة وطرية ازاي؟ ملمسها جميل، ملمسها ناعم أوي وطرية أوي. اهي شايفين هنا بلتها بس دقيق كده، بحيث ان انا يعني ايه اعرف اشيلها بس. اهي قد ايه مثلا عدد اللقمة اللي في ايدك او عدد القرصة اللي في ايدك؟ يعني نقول قد البرتقانة الصغيرة يعني، او منطورة عن الاستفندية شوية. يعني نقول استفندية بس ايه نكبرها شوية، او بيبقى في حجم برتقان صغنن كده، نقول هي حجم البرتقانة الايه الصغير. بتبقى خفيفة ومش مكتومة، واللقمة معاكي بتبقى معقولة حلوة، لا الرغيف كبير قوي ولا صغير قوي. اهو شايفين؟ همسك بقى اقطع كمية العيش دي كلها كده، ونرجع مع بعض تاني. انا كده كنت بقفل ولا كنت فين؟ لا كنت خلصت. شوفوا بقى هنا انا بعمل الحركة دي على طول، اعمليها هتريحك. هنا انا عجنت العجينة اهو. ما مثلا هو كيلو دقيق او كيلو ونص او 10 كيلو، تبع ما انت عامل. عدي اللقم بتاعتك او الرغيف بتاعك، عديه شوفي هو كام واحد، واللحمة اعمليها على اساسه. يعني مثلا شوفوا هنا انا عملت العجين، وهنا بكور في اللحمه. يعني أنا مثلا عديت العجين، مثلا جم 10 لقمات، هيجوا 10 مثلا رغيف حواوشي. بعمل 10 اللحمه اللي قدامي على حسب 10 رغيفه بس. جت بقى كتيره جت قليله، اعملي حسابك عليها. ما شاء الله يعني اللحمة حلوة وكميتها حلوة مش وحشة، وجم على قدهم بالظبط سبحان الله. حتى كان يعني في 2 يعني جت اللحمة بتاعتهم كبيرة، قمت عاملة الرغيف اللي هو هتشوفوا معايا الوقت، مش هحرق لكم الفيديو. اهو انا حاسة ان اللحمة كمية البتاع الكرة اللي في ايدي كبيرة، مش كرة مش صغيرة. اهي كده بقى انا عاملاهم على عدد لقمة العيش، عامله كل واحده على اساس لقمه العيش بتاعتها. اهي هنا بقى ببطط على دقيق عادي جدا بمدرج بقى بايدك. هي العجينه سهله اصلا، انتوا شايفينها بتتفرد معايا بسرعه. انا مش مسرعه الفيديو كتير على فكره، مسرعه حاجه بسيطه عشان وقت الفيديو بس ما يطولش معانا. اهو
بس المدرج دوت او النشابة ديت بتفرد حلو ما شاء الله اهي. افردي بقى العجينة، رقيها شوية، ما تخليهاش تخينة، ما تعمليش سمك اللقمة تخين، عشان خدي بالك على ما بتتخبز وبتعمل فبترفع معاكي، ما تبقاش اللقمة تخينة قوي. اما تبقى اللقمة رقيقة وبتقرمش تبقى احسن من التخينة. الا اذا بقى لو كان في حد كبير، ده ممكن ده اللي تعملي. شايفين بقى هنا اللحمة ما شاء الله بتفرد حلوة، مش قليلة ولا حاجة اهي. هنطبق بقى، هنقوم بقى جايبين الحته ديت، ايوه كده بس كده، وبايدنا بقى على الحرف دوت، وبنبططها، بس بنعملها بصابعنا كده، ايه نقفلها بس اهي، ولا اسهل ولا اخف من كده. اه هنعمل كمان واحده معانا اهي، نفس الحكايه، هجيب شويه دقيق فوق وشويه دقيق تحت، وبالمدرج بتاعي، وهفضل افرد فيها لحد ما شاء الله ما تتفرد معايا السمك اللي انا شايفاه قدامي. بصي انت عينك شوافه تشوفي اللي انت بتعمليه، هل مثلا كده تخينه، لا كده رقيقه، انت عينك بتحسي الحاجه اللي انت شايفاها، وايدك اهي. يعني هنا حاسه ان هي هتلزق مني، لا قمت شايلاها على ايدي وحاطه شويه دقيق. الحاجه في ايدك انت اللي بتشوفيها وانت اللي بتحسيها اهي. ايه رايكم بقى؟ بس ما شاء الله كانوا شويه حواوشي جمال بصراحه. وبقى كانت الولاد جايين من الدروس وباباهم جه من الشغل، وقمنا حاطين وسلطه بقى وكاتشب ومايونيز وايه، والعيال زاتوا خالص. انا مش عارفه ايه حكايه المايونيز معاهم، بس مش عارفه، مش بحب البتاع ده، بحس ان هو طعمه مزز كده قوي، حاجه كده، مش عارف حد زيي ولا انا اللي لوحدي كده. هخلص بقى الكميه معاكم وارجع لكم تاني اهو. كده بقى هنا دوت اللي حسيت بقى هنا اللحمه جت كتيره قوي على واحد، فقلت ايه، لا اما اعمله ايه. بصراحه انا كنت عايزه اعمله اللي هو الوش البيتزا، قلت هعمله كده واقوم اجيب جبنه موتزاريلا واحطها في الوش. قمت بصراحه ما لقيتش، فقلت والله لا انا عامله كده وخلاص. انا بصراحه قلتها هعمله كده، قلتها ايه، هنحط بس على ايجي شويه جبنه موتزاريلا. بصراحه قمت افتح الفريزر ما لقيتش، قلت والله ما انا راجعه في كلامي تاني، يلا هعملهم كده برضك، وايه برضك مش هعمل وش بيتزا ولا حاجه. بصراحه الحاجه ما بتعملها في البيت بتبقى حلوه، وبتشبع عيالك، وتحسي ان البيت فيه خير وفيه بركه. عودي نفسك، قومي اعملي لعيالك كل اللي هم جربي، حتى لو الحاجة طلعت من ايدك مش مظبوطة، المرة الجاية هتظبط. حتى لو كده حاولي، حسيني من نفسك وحسيني من اللي انت بتعمليه، صدقيني هتحسي بفرق جامد، وتحسي انك بتعرفي تاكليه، مش كل حاجة نشتراها من بره. هنا قلت هحط شوية مية على الوش كده يندوا اللقمة بتاعتي، ورجعت عادي ممكن تحط ميه او تحط زيت. هنا انا حطيت ميه بصراحه، حطيت صينيتين ميه وصينيتين زيت، يعني هي هنا ديت. في واحده تانية حتى ابن قال لي يعني انت بتحطي بايدك ليه يا ماما، قلت له مكسله اقوم اجيب الفرشه، قال لي هجيبها لك انا اهي. دي كانت اول صينيه طلعت معايا اللي انتوا شايفينها معايا دلوقتي اهي، شايفين ما شاء الله منظرها. ودي التانية في الفرن. كده بقى كنت انا بدأت اخلص، دي بقى بدأت اخلص، بس هنا الرغيف بارد شوية من تحت فانا سايباه. طفيت بقى من فوق، هنا انا كده خلصت. ده ما شاء الله محمر من فوق ومن تحت جميل ازاي. هنا شايفين ما شاء الله بقى الكمية معايا. شوف انا هنا قلبته على ظهر عشان اوريكم بس حماره ما شاء الله محمر جميل. بس قبل ما الفيديو بتاعنا ينتهي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتكتبي كومنت حلو قمر زي كده انت وهي. ويا رب يكون فيديوهاتي بتعجبكم. وكده بقى هنقول ايه، مع السلامة. لا مش هنقول لسه مع السلامة كده، تعالوا بقى اما نجهز الايه الغدا مع بعض. انا كده خلصت. هنا فرغت شيبسي، وهنا كاتشب ومايونيز اهوت اللي انا قلت لكم عليه، وهنا كاتشب لوحده، وعملت سلطه، احنا بنحب مع الحواوشي سلطه. وكده هنجيب العيش بقى الحواوشي بتاعنا. وهنا ده كان مخلي اللفته انا عاملاه اهوت. وده الحواوشي بتاعنا بقى، تعالوا اما نفتح الرغيف ونوريه لكم عامل ازاي.
شايفين بقى اهو. استنوا هتلاقوا بخة بخار كده جت دلوقتي. اوعي وشك انت وهي من البخار. ايوه كده. شايفين اهو. شايفين قلب اللحمة فيه جميلة، وبصراحة كنا وشبعنا والحمد لله، وفاض مننا والله كمان. بألف هنا يا رب للي كال واللي له نصيب منه وأكل وكده. أشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.